السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة بقى هنعمل مع بعض ان شاء الله السحلب اللي انتوا شايفينه ده، مشروب شتوي جميل بيدفي في الشتاء. هنعمل كل المكونات بتاعته على ايدنا في البيت، كل المكونات موجودة في كل بيت. هتوفري الشراء للسحلب من بره، وطعم كمان اكيد هيكون احلى من بره بكتير جدا. جربيه وان شاء الله بامر الله هيعجبك جدا جدا. انا بعتمد عليه على طول في البيت، بعمله على ايدي في البيت، مش بحب اشتريه. هيديكي طعم احلى وهيديكي قوام جميل جدا للسحلب، وكمان هتوفري في مصروف البيت. يلا كده بقى مع بعض نبدأ ونشوف المقادير مع بعض. نص كوباية من السكر البودر، نص كوباية من النشا، 4 معالق كبار من دقيق الرز المطحون. ممكن تعمليه في البيت، تجيبي الرز تغسليه وتحطيه في الشمس، وبعد كده هتمسكيه تطحنيه في الخلاط. تمام. نص كوباية من جوز الهند الناعم، نص كوباية من اللبن البودر، ومعانا نص كوباية من السمسم، ونص كوباية من السوداني او اي مكسرات انتي حباها تحطيها على السحلب. وكمان لو عندك مبيض قهوة هتحطي كوباية من مبيض القهوة، بس طبعا انا مش بحبه عشان بيبقى فيه حاجات كده مضرة بالصحة، فانا مش بحب اضيفه على المشروبات بتاعتي. بس هو ممكن هتضيفي كوباية مع المقادير دي من مبيض القهوة. تمام. هنضيف بقى كل المقادير على بعضها، نحطها كده في بولة وهنقلبها كلها مع بعضها. وكده السحلب بتاعنا جاهز على التحضير. هناخد معلقة كبيرة على كوباية لبن وهنقلبهم على البارد، وبعد كده هنحطهم على النار، والسكر طبعا حسب الرغبة. تمام. كده معانا السحلب بتاعنا اتحضر معانا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. عبيه بقى في برطمان يكون معقم ونضيف. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.